بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها لكم النهاردة إن اللي ما حصنش جلد عقدي يا ريت يلحق يحصن. في حالات بدأت تظهر، وحالات خطيرة مش سهلة، صورة صعبة جدا، مش مجاوبة مع العلاج. نتمنى ان شاء الله انه ما يظهرش المرض ده خالص، لكن نصيحة اللي ما حصنش يا ريت يوصل للوحدة البيطرية ويحاول يحصن بسرعة قبل الدخول موسم الصيف. انتوا عارفين ان هو بيتنقل عن طريق الناموس والحشرات الطائرة، فصعب التحكم فيه، يعني صعب انك انت هتتحكم في الناموس ازاي. فيا ريت اي حد ما حصنش الحيوانات بتاعته يوصل للوحدة البيطرية بسرعة ويحصن المرض ضد مرض الجلد العقدي، ضروري، عشان خاطر ده مرض خطير ومرض يعني بيعمل خسائر اقتصادية رهيبة في المزرعة وفي الحيوانات عموما. فيا ريت واللي عنده قارة او مزرعة يحاول يعمل بالليل كده يدخن شوية دخانة كده كمقاومة للحشرات الطائرة او مقاومة للناموس، عشان خاطر ما يعملش انتشار للمرض داخل المزرعة. الحاجة التانية اللي كنت اقول لكم عليها بالنسبة للتلقيح الاصطناعي، في ناس كتير متخوفة منه. لا، التلقيح الاصطناعي اثبت جدارته واثبت ان هو افضل طريقة لتحسين السلالات الموجودة عندنا، طالما احنا مش هنقدر نغير الابقار اللي موجودة عندنا او اتعودنا خلاص على ابقار البلد اللي هي بتتحمل كل الظروف. فخلاص يبقى الطريقة الافضل انك انت تلقح اصطناعي. وما تقلقش لو عندك العجلة البكرية كويسة وجسمها حلو ويعني جايبة خشب كويس، لقح اصطناعي، ما تقلقش. لو الحيوان عندك واخد وضعه كويس وجسم العجلة البكرية كويس، لقح، ما تخافش، مش هيحصل ديستوكيا او عسر ولادة. الا لو كان حيوان ضعيف او هزيل فبلاش، يبقى احنا نخلينا في الامان. الحاجة اللي الناس برضو سألتنا عليها موضوع الإسهال الدموي. في حالات بدأت تظهر دلوقتي تلاقي الحيوان بيسهل إسهال دموي ومش مجاوب مع العلاج. طبعا الإسهال الدموي ده ما بيجيش غير بعد 3-4 أيام من الإسهال العادي. يعني عندك الحيوان بتاعك بيسهل إسهال عادي وانت سبته، وده اكبر غلط طبعا. انك انت لازم اول ما تلاقي الحيوان بدا يسهل تلحق تقاومه، على اساس انه بعد كده بيحصل تهتك في البطانه بتاع الامعاء، بناء عليه بيجي الدم ده. يعني الدم ده ما بيجيش من اول يوم ابدا، ده بيجي بعد 3-4 ايام اسهال. يبقى انت لازم تعالج الاسهال من بدايته على اساس ما توصلش لحته الارسال الدموي. اصعب حاجه في الحيوان ان يجيب سواء كان اسهال دموي او بول دموي، الاتنين صعبين. انت كده عايز تعالج النزيف الاول وبعد كده تعالج الاسهال. فالحاجه اللي زي كده انا طبعا بقول له ايه، امنع عنه البرسيم او امنع عنه التبن عشان خاطر الاسهال يقف. لا، في الحاله دي لما يبقى في دم، لا، امنع التبن واكله برسيم. هتقول لي طب ما البرسيم هيزود الاسهال، مش مشكله، ازود الاسهال العادي بس امنع الدم، لان التبن طبعا بيجرح في الامعاء، انتوا عارفينه غير مهضوم، فبيجرح اكتر، فبيزود نسبة الدم اكتر. فانا امنع التبن 2-3 لحد الدم ده ما يروح. بعد الدم ما يروح امنع البرسيم واكل التبن بقى. يبقى انا كده ايه، ظبطت الدنيا معايا شويه. يبقى انت تعالج الاسهال سواء كان بتركيبات اسهال، سواء سلفاديميدين مع حمض التنك مع امبروليوم مع فيتامين كاف، دي خلطه بتتعمل وتاخد على يومين، زائد ممكن تدي امبولين او 3 كابرون عضل. دي في بعض الحالات اللي هي الشديده النزيف الشديد ممكن تدي كابرون عضل مع تجرية الديدان لو انت ما جرعتش الحيوان بتاعك ديدان. مهم جدا انك انت في حالات الاسهال تعوض الحيوان عن الميه اللي فاتها من جسمه. الاسهال ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميه واملاح معدنيه وبواقي الاكل اللي موجوده. فالاسهال ده بيسحب كل السوائل من الجسم، فبيحصل هبوط حاد للحيوان، بيحصل له هبوط نتيجة فقد كمية كبيرة من السوائل. يبقى انت لازم تعوضه بمحلول معالجة الجفاف، سواء كنت هتعلق له وريد او هتدي له عضل. يبقى احنا في كلتا الحالتين لازم ان احنا نعوض الحيوان ده من الاسهال الجفاف اللي حصل له عن طريق محلول معالجة الجفاف او
بنعلق له محلول وريد في اقرب وقت ممكن عشان تلحق ان هو ما يموتش منك. يعني سبب النفوق بيبقى الجفاف الحاد اللي بيحصل نتيجة عملية الاسهال، ومفيش تعويض للسوائل من الخارج. تمام. ده بالنسبة لكل دي حاجات اسئلة بتتبعت لي على الواتس. برضو في حالات حد من جنة بعت لي فيديو برضو البقرة محروقة. طبعا ربنا ما يكتب على حد. طبعا الحالات دي بتبقى صعبة جدا لان طبقة الجلد كلها كانت يعني متدمرة، فبتشتغل بالكريمات بتاع الحرايق بتاع البني ادمين البشري، تشتغل بالكريمات والدهانات، وبتدي حاجة هيست كيور عشان خاطر حساسية الجلد، وبتحاول تعلق لها وريد بقى عشان انت تعوض، لان مفيش مكان في الجلد اصلا تدي فيه حقن، فانت تحاول تعلق وريد وتدي حاجات رفع مناعم او مجويات برضو عن طريق الوريد، بحيث انك انت تحافظ على حياة الحيوان لحد ما يبدأ الحيوان يتعافى. تستخدم طبعا المطهرات عشان هتبص تلاقي الجلد عفن وعامل ريحة وحشة، فانت تستخدم المطهرات بكمية كبيرة وتبدأ تطهر اول باول، ما تسيبش الحيوان عشان ما يرفعش حرارة الحيوان. الحاجات برضو من الحاجات اللي اتبعتت لي على الواتس برضو في بني سويف، حد كان اشترى حمار عنده اشتباه تاتونس. طبعا صاحبه بيقول لك ان هو عالجه شويه، بس جه عنده هو حصل له تخشب. انا بقول لك انت بتشتري الحاجه بتدفع فلوس، انت الحاجه دي ما بتاخدهاش ببلاش. طالما بتدفع في حاجتك فلوس ادفع حاجه، هات حاجه كويسه. طالما انت كده كده دافع فلوس يبقى تجيب حاجه كويسه. فالافضل انك انت قبل ما تشتري الحاجه لو الحاجه دي مريضه ما تاخدهاش. تاخدها ليه طيب؟ فممكن ان هو يموت عندك، يبقى انت كده مش هتعرف ترجعه. خلاص انت قبلت انك انت تاخد حاجه مريضه، ما تزعلش بقى وتقعد تقول ده ضحك عليا وما ضحكش عليا. لا، كل واحد في عينه وكل واحد يبقى ناصح شويه على ماله وربنا ييسر. هو التاتونس طبعا في الخيل والحمير والبغال بيبقى متجاوب بسرعه، يعني بيجاوب معانا بسرعه، غير الاغنام بيموت على طول. لكن في الخيل والحمير ممكن يجاوب، ممكن يعدي. فاتمنى اي حد محتاج اي حاجه يتواصل معايا واتس، وان شاء الله انا هحاول اخدمه باذن الله تعالى. يعني تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.